كتير بنواجه مشكلة ترتيب وتنظيم المطبخ ونبقى عايزين طول الوقت نشوف ايه الأفكار الجديدة اللي تساعدنا على ده. سيدة النهاردة حقيقي هتورينا أفكار في منتهى الجمال. السلام عليكم وهلو هلو، مساء الهنا على أحلى إمارات في الدنيا، وحشتوني بجد جدا. يا رب تكونوا بخير النهاردة وكل أيامكم سعادة، وأهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هتلاقوا فيه كل الأفكار اللي هتحتاجوها من منظمات وترتيبات خصوصا في المطبخ. قبل ما ندخل في تفاصيل النهاردة أكيد لازم أشكركم على كل كومنت حلو بتكتبوه، على كل دعواتكم وكل كلامكم الجميل. برحب بكل أميرة جديدة انضمت لينا، حبيبتي الجميلة أحلى منال وأحلى هنودة، شرفتوني ونورتوني. وكمان تحية ليكي يا أحلى سولي، وحشتيني قد الدنيا كلها، وأحلى كوكي تسلميلي يا قلبي أختي الجميلة. بشكركم بجد على وجودكم الدايم، يا رب دايما كده عند حسن ظنكم وتكونوا دايما كلكم في أفضل حال. تنسوش النهاردة اللايك بتاعكم الجميل والكومنت الأحلى، وأكيد اشتراككم في القناة والسبسكرايب اللي تحت الفيديو. كلكم فعلوا الجرس على الكل عشان تشوفوا الفيديو أول الناس. وطبعا انتوا عارفين في تغيير في الساعة في مصر بقالنا كام يوم، فالفيديو بينزل الساعة 10 بتوقيت مصر، 11 بتوقيت السعودية. فيا رب تكون موجودين في الميعاد وتكونوا من أول الناس اللي بتشوف الفيديو. تعالوا بقى ندخل كده في تفاصيل النهاردة. فايزة النهاردة يعني هنشوف كام ترتيب وتنظيم خصوصا للمطبخ، احنا طول الوقت بنكون واقفين فيه، فمحتاجين ان احنا المكان حوالينا على قد ما نقدر يكون منظم علشان يساعدنا احنا في وقتنا وفي وقفتنا في المطبخ وفي مجهودنا. وفي نفس الوقت كل ما يكون منظم احنا هيكون عندنا راحة نفسية، غير لما تدخلي مكان كله كركبة. أكيد أنتِ نَفْسِك هتكوني واقفة متعصبة، واقفة خلاص عايزة تخلّصي وتطلعي بأي طريقة، لكن طول ما هو متنظم ومترتب هتحسي إن أنتِ عندِك راحة إن أنتِ تدخلي المطبخ. حاولوا على قد ما تقدروا تعملوا فيه تغيير ولو بسيط أوي، يعني حاولي إن أنتِ تغيّري نفسيتِك من المطبخ، ده أكتر مكان أنتِ بتقضّي فيه وقت خلال اليوم، فمحتاجة إن أنتِ تعملي فيه تجديد كل شوية علشان ما تزهقيش بس منه. فوإحنا بنشوف الترتيبات والتنظيمات بتاعتها هنقول كام حاجة كده تخلّيكِ كمان تحافظي على المطبخ. أولًا عشان تخلّي ريحته دايمًا نضيفة وتخلّي ريحته حلوة، حاولوا على قد ما تقدروا إن أنتم بعد ما تخلّصوا خلاص اليوم بتاعكم، زي ما قُلنا فكرة الspray البوتل اللي أنتم بتحطّوا فيها المَيّة والصابون وبتحطّوا فيها الخل والكربوناتو مع شوية المَيّة كده، وترشّوا بيه على الرخامات وعلى المطبخ بتاعكم الدُرَف بتاعته. بعد ما بتخلّصوا اليوم بتاعكم دي حاجة هتحافظ على نضافته طول الوقت. حاولي إن أنتِ ما تناميش وفي عندِك أطباق موجودة في الحوض نضّفيها أول بأول. وكمان يُفضّل إن أنتِ بعد ما تخلّصي الحوض لو في القطعة اللي هي بتسد الصفاية بتاعة الحوض، تقفلي الحوض وفيه شوية مَيّة وتحطّي فيه أي مُعطِّر أو أي زيت عطري أو أي مُعطِّرات بتستخدميها حتى في الأرضيات، تحطّي شوية في المَيّة أو تحطّي في طبق وسيبيه لحد الصبح، هتخلّي ريحته بتكون حلوة. يعني في شوية تريكات هنكمّلها، بس استمتعوا كده بالجزء ده بتاع الفيديو ونرجع نكمّل مع بعض الحياة بتاعة المطبخ. شُفتوا بقى يعني أنا مش حارماكم من أي حاجة، شوية بنتكلّم وشوية بتستمتعوا بالصوت بتاع الفيديو عشان نبقى راضينا كل الأطراف. شُفتوا كده التحضيرات بتاعتها والتجهيزات بتاعة الliving room وإزاي خلّيته بالشكل اللطيف الحلو ده. نرجع تاني للمطبخ والتنظيمات والترتيبات اللي فيه، زي ما قُلنا إزاي نحافظ على ريحته حلوة، برضه من الحاجات اللي بتخلّي ريحة المطبخ حلوة إن دايمًا أول بأول لو في عندِك الباسكت فيه أي حاجة تتخلّصي منها يوم بيوم. وكمان يُفضّل إن أنتِ تحطّي أي برضه مُعطِّرات في الباسكت تحت الكيس، حتى لو قطن أو منديل أو قطعة قماش صغيّرة عندِك
حطي فيها برضه أي معطرات وخليها في الباسكت من تحت، أو ممكن تحطيها لو حاجة بتقدري إن انتِ تلزقيها زي السبونج اللي هو بيتلزق قطع السفنج الصغيرة بتبقى فيها زي double face كده، ممكن إن انتِ تحطيها في الغطا بتاع الباسكت. بنشوف الأفكار دي طبعًا خلال الفيديوهات كلها. طبعًا حاجة تانية زي ما كنت باقول لكم إن أنتِ تعملي تغيير بسيط في المطبخ، مش معنى إن هو تغيير إن أنتِ هتقلبيه من أوله لآخره، لأ تغيير بسيط ممكن تغيّري بس ترتيب الحاجات اللي أنتِ حاطاها على الرخامات، بدل ما أنتِ حاطة مثلًا ديكور هنا والمجات هنا ممكن تغيّري مكانهم مع بعض، حاطة تنظيم أطباق مثلًا في الجنب ده والجنب التاني حاطة فيه جارات ممكن تبدليهم مع بعض، مكان جهاز مكان حاجة تانية، ده التغيير اللي أنا باقول لكم عليه. أو ممكن إن أنتِ كمان تغييرات بسيطة أوي في أدوات أنتِ حاطاها في الدُرَف مقفولة وحاجات أنتِ بتستخدميها على الرخامات كديكور، ممكن تبدّلي مَج مكان مَج فتعملي برضه كتغيير. ضيفوا النباتات والورود الصغيرة، الحاجات البلاستيك دي ضيفوها عندكم هتغيّر برضه من الmood عندكم في المطبخ، فدي برضه من الحاجات اللذيذة اللي أنتم تقدروا تعملوها. plus طبعًا كل أدوات المنظمات اللي إحنا بنشوفها وبتسهّل علينا ترتيب وتنظيم حاجات كتيرة. استمتعوا بترتيبها كمان للسفرة ونرجع تاني مع بعض نكمّل بقية الكلام. زي ما شُفنا كده وتابعنا كمان تفاصيل السفرة بتاعتها اللي ألوانها هادية جدًا من الألوان المحببة، تداخل الألوان بتاعتها، ألوان فعلًا بتكون مريحة جدًا لعينينا، كمان هنشوف اهتمامها ببعض التفاصيل للحاجات الخاصة بيها، يعني مش طول الوقت هيكون اهتمام ونضافة ونظام لحاجات البيت، لكن كمان اهتمامها بالأدوات الخاصة بيها زي التوك مثلًا الشعر، زي أدوات الmakeup، كل ده بتحاول إن هي تخلّيه طول الوقت يكون نضيف وتنظّم كل حاجة كمان من أدواتها الخاصة. ده كده كان فيديو النهارده يا أحلى أميرات، هنختمه معاها كمان ببعض التنظيمات والترتيبات للتلاجة بتاعتها، هنستمتع كمان ببقية الفيديو، فإن شاء الله كده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا ببعض الأفكار منه، يا رب النهارده الفيديو يكون مريح ليكم وتكونوا استمتعتوا بيه، متنسوش اللايك بتاعكم قبل الفيديو ما يخلص وتعليقكم واشتراككم، ونتقابل بكرة على خير بأفكار جديدة وسيدات جديدة وتفاصيل جديدة، أشوفكم على خير الفيديو الجاي، أميراتي والسلام.